مساء الخير، اخبارك؟ يا رب تكونوا بخير. معاك دكتور احمد عادل عطله، استشاري نساء وتوليد العقم وتاخر الانجاب. انا النهارده هتكلم معاكم على موضوع مهم جدا جدا. عشان دايما بلاقي فيه لبس، ويمكن اللي فكروا اللي كان معايا حاله من شويه نفس الكونديشن دي، وكان عندها لبس ان هي تم تشخيصها بشكل خاطئ ان هي عندها متلازمه الكسات موبايل. بس هي ما عندهاش متلازمه بالفعل، هي مجرد كل اضطراب هرموني. وكانت شكوتها ان بيقول دايما في عندها ارتفاع في نسبه الشعر في الجسم، يعني عندها شعر بشكل مبالغ فيه في بقيه اجزاء في جسمها، بعيد عن الاماكن الطبيعيه عند السيدات، الا وهي منطقه الشعر بتاع الراس، منطقه الشعر بتاع الابط، ومنطقه العانه فقط. فهي كانت شكوتها ان في شعر زياده، وقالت ان هي لما كشفت وراحت لحد الميتولوجي قال لها انت غالبا عندك تكيسات، فرجعت دكتور نسا شوف الدنيا اخبارها ايه. طبعا احنا بعد ما طلبنا تحاليلها وشفنا الوضع بتاعها اخباره ايه، عرفنا ان هي شيز جاست سفرنج فروم هايبر اندروجينيميا نتيجه عادات معينه خاطئه شويه. تمام، وده اللي بنحاول نصلحه، يعني من ضمنها شيز سموكر، فالموضوع كان ليه تاثير مختلف شويه. فانا النهارده عايز اتكلم في الموضوع ده واشرحه ان في فرق شاسع ومهم جدا جدا ما بين جزئيه متلازمه انكسارات الموبايل والهايبر اندروجينيميا فقط، او ارتفاع هرمون الذكوره فقط. احنا قبل كده شرحنا في موضوع المتلازمه بتاعت انكسارات الموبايل واتكلمت فيها بالتفصيل، قلت ان من ضمن مشاكلها ان بيكون فيها ارتفاع في هرمون اللبن وهرمون الذكوره. تمام. لكن هل كل حاله عندها ارتفاع هرمون الذكوره بالتبعيه يكون دايما عندها مشاكل تكيسات؟ مش قاعده، ممكن تكون اضطرابات هرمونيه مؤقته، وانس صلحت هرمون الذكوره بيحصل وضعها يرجع طبيعي عادي خلاص، وما بتعانيش من التكيسات. يعني هي لم يتم تشخيصها او لا يجوز تشخيصها ان هي عندها متلازمه التكيسات موبايل. دي نقطه مهمه جدا. يعني اللي عندها هايبر اندروجينيميا مش بالضروره يكون عندها بي سي او، لكن اللي عندها بي سي او في الغالب هيكون عندها معاها هايبر اندروجينيميا. وشرحنا الموضوع بالتفصيل، وعشان كده قلنا لبعض السيدات من ضمن اسباب ارتفاع هرمون الذكوره عند بعض السيدات برضو ان هو فترات الرضاعه، او حتى من فترات الحمل مع بدايه ظهور هرمون اللبن وارتفاعه وتجهيز الثدي لموضوع الرضاعه بعد كده. فمن ضمن المشاكل اللي بتحصل عند السيدات اللي بتعمل رضاعه طبيعيه بتيجي تشتكي في بعض الاوقات: دكتور انا اثناء الرضاعه بدات احس ان شعري بيخف بيقع، اللي هي اندروجينيك الوبيشيا، شعرها بيتساقط نتيجه ارتفاع هرمون الذكوره في الفتره دي. نتيجه ايه؟ ارتفاع هرمون اللبن. ودي حاجه عرضيه مش دايما، وانس انك بتخلصي الموضوع وبتعملي فطام بنسبه كبيره جدا جدا، بنسبه 90% بيرجع وضعك يتحسن تاني مع شويه مالتي فيتامينز، بتلاقي الدنيا عندك بقى تمام، ويعني بيرفكت تمام، فمفيش فيها مشاكل خالص. عايز اتكلم بس شويه وابتدي اشرح موضوع الهايبرجيميا. قال لك اسبابها ايه، او ايه المشاكل اللي ممكن تعمل حاجه زي كده عند البنات او السيدات. هي يا اما عندها متلازمه الكساد زي ما قلنا، تمام، او لوحدها نتيجه مشاكل او حاجات هي بتعملها بترفع الهرمون ده عندها بشكل غير مباشر، او مشاكل في الغده النخاميه، او مشاكل عندها في السوبرينال جلاند اللي هي الغده القناريه او الغده اللي فوق الكلويه، لو حصل فيها فرط في النشاط او حصل فيها لا قدر الله اورام بترفع موضوع ظهور هرمون الذكوره بشكل عالي عندها وتعمل لها مشاكل. طب هل دي الاسباب الوحيده؟ لا، في قال لك اسباب ثانيه، زي الناس اللي عندها مشاكل مثلا كبد فتره كبيره، كرونيك ليفر ديزيزز، يبقى عندها مشاكل كتيره بتحصل منها الموضوع ده، بترفع برضه معاها هرمون الذكوره. الناس اللي عندها كرونيك رينال فيلير او عندها مشاكل ليها علاقه بالكلى بيحصل عندها نفس المشكله. الناس اللي عندها اوريدي مقاومه انسولين، تمام، انسولين ريزيستنس، بتبقى موجوده في حاله البي سي او فبيحصل عندها نفس الموضوع ده. الناس اللي عندها مشاكل وانخفاض في وظائف الغده الدرقيه الهايبوثايروديزم بيبقى عندها نفس المشكله دي. تمام. فدي نقطه ناخد بالنا منها كويس جدا جدا جدا. طب يا دكتور هل دي الحاجات الوحيده؟ لك لا، في بعض السيدات بيكون عندهم حساسيه مفرطه من هرمون الذكوره على وصلات الشعر، ودي بيبقى طبعا هيساعدنا فيها جدا جدا زميلنا دكتور الدرماتولوجي، هيحدد حاجه زي كده وهقول لها الموضوع عن طريق بيعمل فحص السكالب او فروه الراس، وبيقدر يحدد مشكلتها ايه بالظبط، هل ليها علاقه بهرمون مباشره ولا هايبر سنسيتيفيتي ومحتاجه ان هي تتعالج، اللي هي هايبر ترايكوزس، او يبقى عندها شعر زي فيلا سيل خفيف طالع. وطبعا ده مش شغلنا، ده شغل الزميل او الزميله الفاضله ديرماتولوجيست. تمام. فده شق، وفي شق تاني برضه بيبقى موجود معانا، هو انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز انزيم. لما بيشتغل بكميات زياده او بيكون في فرط في انتاجه في الجسم بيعمل المشكله دي، بيحول الاندروجين للدي اتش تي ويعمل بعدها تساقط شعر ومشاكل تانيه. طبعا ده شق برضه زي ما قلنا له علاقه بالدرماتولوجي اكتر شويه. انا هتكلم في الشق اللي يخصنا في علاجنا احنا للحاله دي ومشاكلها. البنت او الست لما تيجي تشتكي بتقول يا دكتور في حاجه من الاثنين: يا اما ظهر عندي علامات عامله زي حب الشباب، ان انا بقيت عامله زي ما اكون لسه في مرحله المراهقه وهي سنها مثلا فوق ال 30، او ان هي تيجي تقول دكتور انا عندي مواصفات وعلامات ذكوريه بحته، انا حاسه ان انا في حاجات كتير اتغيرت فيا بقيت زي الرجاله شويه. طب ايه الحاجات دي اللي هي الفيرلايزنج كونديشنز او سيتويشنز بتحصل عند الستات دي نتيجه تاثير هرمون الاندروجين؟ دكتور انا شعري بقى زياده جدا في جسمي هيرشيتازم. دكتور انا بقى عندي تمبرال بولدنس، عندي المنطقه دي بدا يحصل فيها مشاكل وبدا الشعر فيها يتناقص ويتضاءل. دكتور انا بدات احس ان صوتي بقى اكثر غلظه، بقى غليظ كده وديب فويس، عارف اللي هو رخيم. دكتور لقيت حجم الثدي عندي بدا يقل شويه، او حاسه انه مش بنفس الحجم الطبيعي اللي كان موجود عليه قبل كده. دكتور انا جسمي بدا يعرض، بقيت احس ان انا المسل بتاعتي اقوى، وحاسه ان انا في فرط في الباور كده شويه. تمام. واخر حاجه يمكن مش دي كتير بيشتكوا منها او بيقولوها، يمكن لجزئيه الحرج او غيره، حاجه اسمها كليتروميجالي، لو بتلاقي عندها بعض الاحيان زياده في حجم البذر. تمام. وده بيكون موجود في المنطقه السفليه، بتحس ان المنطقه السفليه البذر بدا يبقى اكثر بروز، واحنا شرحنا قبل كده الموضوع ده.
والشفرات الخارجيه بقت هنقول عليها شعر زياده عن المعتاد، وبدا يبقى فيها احتقان بسيط، وفي نفس الوقت الشفرات الداخليه اللي هي رافع عليها الليبيا من ورا بدات تبقى اكثر بروزا واكثر احتقانا، والبلغم حجمه زاد شويه. تمام. وده بينتج عنه حاجات تانية هنشرحها برضه في الجزء الثاني، اللي هي زي زياده الليبت والرغبه الجنسيه بتبقى زايده عندها شويه، زي ما قلنا برضه اللي هو الالوبيشيا تساقط الشعر. نلاقي بس يظهر عندها حب شباب كتير، دكتور انا مثلا بشتكي ان عندي اكني، عندي سيبوريه، عندي سيستك اكني، عندي مشاكل ليها علاقه بموضوع ان بشرتها بقت اويلي، عامله زي ما تكون بشره زيتيه شويه. تمام. واكتر حاجتين تشتكي منهم السيدات مش البنات بقى الزياده هنا في الموضوع ده، دكتور انا بقالي فتره بحاول احمل مفيش فرص حمل. فتلاقي مشكلتها ان في انفيرتيليتي او في سب فيرتيليتي، هنقول ضعف خصوبه، مش عايز اقول كلمه انفيرتيليتي عشان بحسها كلمه قويه وما عادتش بستخدمها قوي دلوقتي. والشق الثاني عندها المنستريشن بتاعها مش مظبوط، البيريود بتاعتها مش مظبوطه خالص، مفيش ليها ميعاد ثابت، بتتغير من وقت للتاني، فالموضوع عندها مش الطف شيء. طيب يا دكتور انا دلوقتي عرفت المشكله، ايه الحاجات والتحاليل اللي انا المفروض اعملها عشان اقدر استكشف حاجه زي كده؟ بعمل تحليل اندروجين، بعمل تحليل تستوستيرون، بعمل تحليل اسمه دي هاس، بشوف الدنيا اخبارها ايه. اليوم نسب طبعا معينه بناء عليها بنحدد اذا كان مشاكل عندها ليها علاقه بالموبايل، ولا مشاكل عندها ليها علاقه بوجود مشاكل واضحه وصريحه في الغده القذريه او الغده الفوق الكلويه. بس والموضوع بسيط جدا، وبنتابع الموضوع ده ونشوف النتيجه بتاع التحليل، بناء عليها بتختار طرق العلاج. طب يا دكتور هل الموضوع ده انا النهارده بدات اعالجه كورس علاج ياخد قد ايه تقريبا؟ والله يا جماعه الموضوع بيختلف من بيشنت للتانيه، طبعا حضراتكم كلكم مش زي بعض، وتاثير المواد الفعاله او المواد الطبيه او العلاجات ما بيختلف من ست للتانيه، مش حضرتك مش زي اختك، مش زي والدتك، مش زي بنت خالتك، مش زي بنت عمتك. ودي نقطه بقولها دايما، دي نقطه مهمه شويه، ان ما ينفعش نقول ان كورس العلاج عندي ثابت، لكن جرى العرف بخلال الريسيرش اللي اتعملت والبيبر اللي اتكتبت في الموضوع ده اكتر من مره، قال لك ان الموضوع بيتراوح تقريبا فتره علاجيه تتراوح من 4 ل 6 شهور. تمام، مور حسب الحاله وحسب ظروفها. طب دكتور ايه الحاجات اللي بتستخدمها في العلاجات؟ قال لك في ادويه بتتاخد، طبعا انا مش هشرح الادويه بالتفصيل، هدي بس جاست الاسماء بتاعتها بشكل مباشر عشان هي ليها كورس علاج وليها طرق معينه في الادمنستريشن عشان خاطر اتجنب السايد افكتس بتاعتها، لان هي ليها اضرار ثانيه، وبالذات عند السيدات، لان في جزء منها كبير بيكون ادويه بتتاخد اصلا كعلاج هنقول احتقان البروستاتا عند الذكور، فيعني الموضوع بيحتاج منا تركيز. انت ممكن تجيبي ادويه تقري البابل بتاعتها تلاقي مكتوب ان هي بتستخدم لعلاج البروستاتا عند الذكور او الهايبر او بناين بروستاتيك هايبربليزيا، فدي بيكون فيها مشاكل، فانت لو ما خدتيهاش بجرعات مظبوطه بعد ما تبعدك مع الدكتور هتعمل لك مشاكل ثانيه انت في غنى عنها. فعندنا ادويه بنستخدمها زي سبريلاكتون بمشتقاته كلها، بنستخدم ادويه زي السيبتو اسيتيت، واحنا اتكلمنا عن الماده دي لان هي مهمه جدا جدا سواء كانت لوحدها او موجوده في امريكا بره واماكن ثانيه بتبقى يعني العلبه فيها سيبتو اسيتيت بيور 2 مللي جرام، او ساعات بيكون جزء من علاج تاني بناخده كان مشهور جدا اسمه الديان، وكنا اتكلمنا عنه في موضوع البي سي او، ان هو عباره عن ايثانول استراديول، والشق البروجسترون اللي فيه متعوض مكانه بالسيبتو اسيتيت، وبيتاخد برضه علاج هو البروسكار او الاندروكيوب بمعنى اصح. طب نيجي في شق تاني، انا في نوعين تاني ادويه اسمها فينسترايد فوتامايدز، دي بتشتغل على الانزيم وبتشتغل على مستقبلات الهرمون، بتخلي المستقبلات تبقى مشغوله، فالهرمون مهما افرز ما بيأثرش عشان المستقبلات اللي هو بيشتغل عليها ويبقى بيعمل افكت انا شغلتها بحاجه ثانيه فما عادتش شغاله، زي ادويه زي الهيليوكسين او ادويه زي الاندروكيور او بروسكار. المهم يعني مجموعه ادويه بتتاخد بجرعات معينه في وقت معين هدف منها تصليح الموضوع ده. طب يا دكتور انا النهارده امتى، وده سؤال مهم قوي، لازم اجري واروح للدكتور بتاعي واقول له دكتور حاول تلحق الموضوع من دلوقتي؟ اول ما يظهر معاك الاعراض زي ما قلناها اللي هي بدا، مش لازم استنى بالشهور لحد ما يبقى في تغييرات واضحه وصريحه في جسمي، بس اول ما الاقي ان شعر الجسم عندي بدا يزيد وحصل عندي اضطرابات هرمونيه ودورتي مش منتظمه واكتر من مره كميتها بتقل ومواعيدها مش مظبوطه، اروح. طب انا النهارده انسه يبقى اروح على طول. طب انا لو مدام انا بحاول احمل بقالي 4 5 شهور ورا بعض وعملت تحاليل كلها لحد ما كويسه بس ما عملتش التحليل ده، ولما عملته لقيت فيه مشكله، اجري بسرعه على الدكتور بتاعي او الدكتوره بتاعتي عشان خاطر اشوف المشكله اخبارها ايه. لان مشكله الهرمونات لما بتقعد فترات طويله، فاول فتره بيكون علاجها سهل وبسيط وبيكون الافكت بتاعها ريفرسبل قابل للتعديل او التصليح. لما بتقعد فترات طويله ممكن ياثر ويعمل بيرمننت بروبلم، يعمل مشكله دايمه، هيكون فكره الرجوع منها صعب، تبقى irreversible problems او irreversible side effects I can't be able to deal with it، مش عارف ان انا اصلحها واحاول اصلح الدنيا واتراجع تاني. فمهم جدا التايمنج، انا النهارده عندي مشكله ما هروح واجرب مع الدكتور I'll give it a go، هشوف الدنيا ماشيه ازاي، هجرب العلاج ده واشوف نتيجته اخبارها ايه وده واشوف نتيجته اخبارها ايه، بس يكون في سيستم وفي بروتوكول ثابت ماشي عليه عشان خاطر اقدر الحق المشكله دي بدري بدري. وباكد على نقطه مهمه جدا، مش كل الحالات اللي بتيجي عندها ارتفاع هرمون الذكوره لازم يكون ده جزء من متلازمه تجهيزات المبايض، مش قاعده، ممكن يكون عندها المشكله دي لوحدها، زي ما في سيدات بتيجي عندها مشكله ارتفاع هرمون اللبن لوحدها، فاهم قصدي؟ لكن لو احنا عندنا متلازمه تكيسات بنسبه كبيره هيكون من ضمن مشاكلها واعراضها الحاجتين دول، ارتفاع هرمون اللبن وارتفاع هرمون الذكوره. وقلنا ان في بعض الحالات، وعدتها تاني وعيدها تاني، ناخد بالنا من الحته دي كويس قوي ونقول ان احنا لازم نمشي كل حاجه سيستماتيك.
Thanks so much for watching و stay tuned for much more videos وميرسي جدا جدا ليكم.